واهلا بيكم في قصة جديدة وملخص جديد. حكايتنا النهاردة مليانة شوية حركات اكشن وشقلباظات من اللي قلبك يحبهم، وكمان يا سيدي فيها شوية رومانسية وحب من اللي انا وانت بنحبهم. فكمل معايا للاخر علشان ما تفوتش اي حركة اكشن كده ولا كده. وقبل ما نبدأ يا ريت تدعمنا بلايك وكومنت لذيذ وتشترك في القناة، عشان دعمكم ده هو اللي بيشجعنا ويخلينا نكمل ونستمر. وبس كده يلا بينا. بتبدأ حكايتنا مع عيد اللي بسم الله الرحمن الرحيم كده في بداية الأنمي بيطرد من فرقة الأبطال، وأول حاجة قالها له القائد: إحنا خلاص ما بقيناش محتاجينك، ووجودك ما بقاش مهم في الفريق معانا. رين من الصدمة مش عارف يقول إيه، فبيسأل القائد: طب أنا عملت إيه عشان تطردوني؟ ردت عليه بنت صفرة من جواها كده وقالت له: المصيبة إنك ما بتعملش حاجة، وجودك معانا ملوش أي 30 لازمة زي قلتك، ودورك كمراود وحوش ملوش قيمة. رين بيسمع الكلام وهو مصدوم، وبياخد بعضه ويمشي وهم بيضحكوا عليه. بعدها بيقعد في مكان كده وبيفضل يفكر: طب أنا هعمل إيه في حياتي بعد ما خسرت كل حاجة، شغلي وبيتي وحياتي؟ وفي أثناء ما هو بيفكر بيجي شوية أطفال بيحبوه، فبيسألوه: هو أنت هتطلع مهمات إمتى؟ رين ما بيعرفش يرد عليهم وبيتوه في الكلام. الأطفال بيطلبوا منه إنه يعمل لهم عرض، فبيوافق وهو مبسوط، وبيعمل العرض على نسر طاير وبيخليه يقدم لهم التحية. الأطفال بيفرحوا قوي وبيقولوا له إن هم هيطلعوا مروضين وحوش زيه لما يكبروا. وين كان مبسوط قوي من اللي بيسمعه، وبيسمع طفل منهم بيقول إن هو هيبقى مغامر لما يكبر. رين عجبته الفكرة قوي، فراح يقدم في النقابة علشان يبقى مغامر. والبنت اللي هناك بتقول له: قبل ما نديك الرخصة علشان تبقى مغامر لازم نعمل لك اختبار، والاختبار هيكون إنك تقتل 10 غيلان وتجمع 10 أعشاب طبية. رين قال لها: بس كده تمام. فبيطلع يجري على الغابة وبينجح بكل سهولة إن هو يقتل 10 غيلان ويجمع الأعشاب اللي هم عايزينها، والدنيا لحد هنا ماشية تمام قوي. بس فجأة بيسمع صوت بنت بتصرخ جوه الغابة، فبيرمي كل حاجة في ايديه وبيجي على مصدر الصوت علشان يلحق البنت. وأول لما بيوصل بيلاقي النمر بيهجم على بنت وخلاص هيقضي عليها، فبيطير عليه علشان يكسره، بس للأسف السكينة بتاعته هي اللي بتتكسر. النمر اتعصب جدا، وبدل ما كان هيقتل البنت راح على رين علشان يقتله هو. رين بيقول: مش مهم اموت، اهم حاجة البنت تنجو بحياتها وتهرب من هنا. بس بالعكس بنلاقي البنت ما هربتش وبتجمع كل قوتها وبتطير في الجو وبتنزل على النمر وتبططه في الارض. رين واقف مصدوم ومش عارف القوة دي جات لها ازاي، فبيبص لها ويركز معاها وبيعرف كل حاجة، وبيعرف ان البنت دي بتمتلك قوة روح القط، ودي قوة قوية جدا ونادر وجودها في العالم. بتعمل ايه هنا دي؟ ولسه متنح لها، وبيلاقي النمر بيختفي والبنت دي بتقع من عليه، فبيجي عليها بكل سرعته وبيلحقها، وبيقول لها وهو مخضوض: مالك؟ البنت بترد عليه وبتقول له: انا جعانه. رين واقف مزبهل ومش فاهم حاجه، بس بيجيب لها الاكل. البنت بتاكل وبتظبط الزباطيط و100 فل وعشر، وبتبدا بتعرفه على نفسها وبتقول له ان اسمها كناري. فرين بيسالها: انت بتعملي ايه هنا؟ فكناري بتقول له: علشان افراد الفصيله بتاعتنا قليلين جدا، فاحنا بنعيش لوحدنا في الجبال، والحياة في الجبال صعبة جدا وأنا ما قدرتش أستحملها، وعشان كده قررت إن أنا أسيبهم واكتشف العالم وأدخل في مغامرات جديدة. بس يا سيدي احكي لي أنت بقى إيه اللي جابك هنا؟ رين بيبدأ يحكي لها على كل اللي حصل وعلى اللي فرقة الأبطال عملوه فيه. كان ساعتها بتتعصب جدا وبتبدأ إن هي تشتم القائد والفريق بتاعه كله. رين أول لما بيشوفها اتعصبت علشانه بيفرح جدا وبيبدأ يشكر فيها. كناري كمان كانت مبسوطة جدا وطلبت منه إن هو يروضها. رين سمع الكلمة وهو مصدوم، بيقول لها: روضك إزاي يعني؟ أنت الفصيلة بتاعتك فصيلة نادرة وقوية جدا، وأنا قوتي على قدي، فأكيد يعني مش هينفع. كناري قالت له: لأ أنت مش فاهم، أنا أول لما شفتك جسمي كله ترعش وحسيت بحاجة غريبة جدا، أنت قوي جدا وهتقدر إن أنت تروضني. رين بيفكر وبيقول إن أنا لو قدرت أروضها هتكون مساعدة كبيرة ليا، بس أنا خايف أكون كده بستغلها، أنا عايزها بس تكون معايا ومش عاوز حاجة تاني. بس في الآخر بيبدأوا إن هم يعملوا طقوس العقد والعقد بيتفعل. كناري بتفرح جدا وبتقول له: إحنا كده أرواحنا بقت متصلة ببعض للأبد. لأن هو كمان بيكون مبسوط وبيسلم عليها، وبيستعدوا هما الاتنين لبدء مغامرات جديدة مع بعض. وركز معايا بقى عشان إحنا داخلين على التقيل. بيروح بعد كده رين على النقابة وبيدي للبنت اللي هناك الحاجات اللي هو جمعها. البنت بتبدأ تهنيه وبتقول له: أنت كده فهمي نظمي رسمي بقيت مغامر. رين بيبقى مبسوط جدا والبنت بتديله المكافأة. بعدها بيروح على كناري اللي بتكون مبسوطة بيه جدا، وبتبدأ تبارك له إنه بقى مغامر. بس في الوقت ده واحد من اللي موجودين في النقابة بيشوف كناري وبيعجب بيها، فبيروح عليها علشان يكلمها.
بس كناي ما بتدلوش وش. ريم بيحاول يوزعه بالطريقة بس الواد بيتعصب عليه وبيشتمه وبيقول له اطلع انت من الحوار ده. كناي ساعتها بتتعصب جدا وبتقول له اوعى تشتمه، انا وهو فايق مع بعضينا. الراجل بيبدأ يضحك باستهزاء وبيقول لها انت مع الضعيف ده؟ كناي بتقول له لا ده مش ضعيف، ده ممكن دلوقتي يطبق لك وشك. الراجل بيقول لها خلاص ماشي، خليه يلعبني ريست ونشوف مين اللي هيطبق وش التاني، ولو كسبني انا هبعد عنكم، اما لو انا كسبت انت هتبقي بتاعتي انا. ريم بيتعصب جدا من اللي قاله الراجل وبيروح عليه وبيبدأوا ان هم يمسكوا ايد بعض علشان يلعبوا. وفي ثانية إلا ثانية ريم بيكون مكسر دراع الراجل والترابيزة اللي تحتيهم كمان. وبنعرف ان بعد ما عمل العقد مع كناري بقى عنده طاقة زي اللي عندها بالظبط. ده كده 100 فل و10. البنت بتاع النقابة بتروح عليهم وبتبدأ ان هي تعتذر لهم عن الراجل ده عمله، فبيقولوا لها خلاص ولا يهمك، وبيروحوا هم علشان يشوفوا مهمتهم. واثناء ما هم في الغابة كناري بتسمع صوت غريب جدا، واول لما بيروحوا على مصدر الصوت بيلاقوا عصابة كبيرة ملمومة على تاجر عجوز وشكلهم هيخلصوا عليه. كناري بتعرف العصابة دي وبتقول لرين دي عصابة خطيرة جدا. رين قال لها بس لازم نلحق الراجل. كناري قالت له يلا بينا، وطاروا هما الاتنين يهجموا على العصابة. كناري راحت على التاجر عشان تطمن عليه، ورين شغال ضرب شمال في يمين وفين يوجعك ومحدش قادر عليه. كناري واقفة بتتفرج عليه ومش عارفة تبعد عينيها عنه، وبتقول هو ايه اللي بيحصل؟ انا مالي مشدودة ليه كده ليه وقلبي بينبض بسرعة؟ ووشها هو كمان بيبدأ يحمر وشكلها كده الصنارة رمزت وبدأت تحب. ريم بعد ما بيفنش العصابة كلها بيروح عليها وبيقول لها هو مال وشك أحمر كده ليه؟ كناري قالت له لا مفيش حاجة ما تشغلش بالك، بس قولي انت ضربت العيال دول كلهم ازاي؟ فرين قال لها عشان انا مروض وحوش فلازم اتدرب على القتال كويس جدا علشان لو بروض وحوش خطيرة ولا حاجة. كناري قالت له ماشي. وبعدها بيروحوا على التاجر وبيسألوه ايه اللي مخليك مسافر لوحدك يا عم الحاج؟ الدنيا ما بقتش امان زي الاول. الراجل العجوز بيقول لهم ان هو كان مأجر 3 معاه، اول لما شافوا العصابة خدوا ديلهم في اسنانهم وقالوا يا فكيك. ريم بيقول له خلاص يا عم الحاج المهم ان انت كويس. الراجل العجوز بيقول له انتوا لازم تهربوا من هنا بسرعة علشان العصابة دي عصابة كبيرة جدا، ولو عرفت باللي انتوا عملتوه مش هيسيبوكم غير لما يخلصوا عليكم. ريم بيقول له يبقى لازم نتغدى بيهم قبل ما يتعشوا بينا. وفعلا ريم بياخد كناري وبيروح على المكان اللي العصابة مستخبية فيه. ريم بيبدأ يوجه كلامه لكناري وبيقول لها ارجع على المدينة وخلي الفرسان كلهم يجوا هنا علشان يلموا الجثث. كناري بتسمع كلامه وبتروح فعلا على المدينة. ريم بعدها بيجيب نحلة كده وبيبدأ ان هو يروضها، والنحلة دي لو قرصت واحد بتخليه يفقد أعصابه لمدة 12 ساعة. على الناحية التانية بقى بنعرف ان ال3 اللي سابوا العجوز وهربوا هم اصلا اعضاء في فرقة الابطال اللي رين اتطرد منها. البت الصفرا بتبدأ توجه كلامها لواحد من اللي هربوا وبتقول له انت ازاي ما مسحتش الغابة كلها كويس عشان نعرف ايه اللي فيها؟ مروض حيوان واحد بس وفاكر ان هو هيعمل حاجة؟ يا اخي اقل واجب كنت روضت 10. الواد بيتصدم جدا وبيقول لها اروض 10 ازاي؟ دي حاجة مستحيلة جدا، واكتر واحد اعرفه ان هو روض وحوش كان مروض 2 بس. البت ساعتها بتبدأ تفتكر رين اللي كان بيروض اكتر من 20 حيوان في وقت واحد وبيتحكم فيهم بكل سهولة. البت بتتعصب على الواد جدا وبتقول له اجري خلص المهمة بدل ما اخلص عليك حالا. الواد بيتعب وبيسيبها ويطلع يجري. في الوقت ده بقى رين ما روضش وحش ولا 20، ده روض 100 وحش وخلاهم كلهم يهجموا على العصابة، وكل العصابة وقعت على الأرض فقد أعصابها. وفي الوقت ده كناري بتوصل ومعها الفرسان وبيبدأوا يجمعوا في العصابة ويحبسوهم. بس فجأة بيلاقوا وحش ضخم جدا بيهجم عليهم وبيكسر في كل حاجة قدامه ومش سايب حد على الأرض. بس أكيد رين وكناري مش هيعدوها له كده بالساهل. رين بيطير على واحد منهم وبيديله بوكس وبيشقلطه، وكناري بتطير على التاني وبتخليه يحصل صاحبه. بس الوحوش عمالة تكتر وبتطلع من كل حتة. رين ساعتها بيطلب من كل الناس ان هم يطلعوا بره الكهف، وهو وكناري هيخلصوا على الوحوش ويحصلوهم. الناس كانت واقفة وقلقانة عليهم بس بعدها بيوافقوا وبيطلعوا. رين وكناري بيجروا على الوحوش وبيجمعوا كل قوتهم وبينزلوا على الوحوش شمال في يمين هوب دبل كيك وفين يوجعك. الناس في الوقت ده كانوا واقفين بره وقلقانين جدا على رين وكناري. بس في الوقت ده رين وكناري بيطلعوا من الكهف بعد ما قضوا على كل الوحوش وخلصوا عليهم. الناس أول لما بيشوفوهم بيفرحوا جدا وبيجروا عليهم. رين وقتها بيبدأ يفتكر في حاله من كام يوم وحاله دلوقتي، وبيقول لكناري انت السبب في كل ده، وبيبدأ ان هو يشكرها. وكناري وقتها بتبصله وبتفرح جدا من كلامه. وبيعدي اليوم وبيروح النقابة وبيقبضوا المكافأة، وبيبدأ ان هو يدور على مكان يبات فيه هو وكناري. وبيروحوا على فندق ومش بيلاقوا فيه غير أوضة واحدة فاضية. رين وقتها بيكون مكسوف جدا من كناري ومش عايز ينام معاها في نفس الأوضة،
فبيلم حاجته وبيطلع علشان ينام بره. بس قبل ما يطلع كناري بتلحقه وبتمسك ايده وبتقول له رايح على فين؟ انت هتنام هنا. ريم بيقول لها ما ينفعش، مهما كان انت بنت وانا راجل، احنا لسه عارفين بعض امبارح وما ينفعش تثق فيا بالسرعه دي. كناري بتقول له انا وثقت فيك علشان حسيتك شبهي وشخص طيب، انا مش هبل عشان اثق في اي حد كده وخلاص، وبعدين انت السيد بتاعي وما ينفعش اسيبك تنام بره. ريم بيقتنع بكلامها وبيقول لها خلاص ماشي هنام هنا. واثناء ما هم نايمين كناري بتفضل تبص لريم وبتفتكر كل الاحداث اللي حصلت لها، وبتفتكر كل الناس اللي حاولوا يستغلوها ويستغلوا قوتها، وبتفتكر كمان كل اللحظات الصعبة اللي عاشتها. وبعدين بتفتكر رين اللي انتشلها من كل ده وكان بيتعامل معاها علشانها هي مش علشان يستغل حاجة فيها، وكانت مبسوطة جدا وهي بتفكر فيه. تاني يوم بيروحوا على النقابة والبنت بتاع النقابة بتقول لهم في مهمة صعبة وخطيرة، في وحش على الجسر الكبير عمال يخلص على كل الناس ومحدش قادر عليه، واللي هينجح ان هو يخلص على الوحش ده ليه مكافأة كبيرة جدا. رين عشان مادي حقير أول لما بيسمع سيرة المكافأة بيوافق على طول، وبياخد كناري وبيروحوا على الجسر وبيبدأوا يدوروا على الوحش. كناري أول لما بتبص في السماء بتشوف تنين ضخم جدا، أول لما بتشوفه بتترعب جدا، وفجأة التنين بيشوفهم وبينزل على الأرض قدامهم. يا ترى التنين ده هيعمل معاهم إيه؟ ده اللي هنعرفه في الحلقة اللي جاية، استنونا ومش هنأخر عليكم، وما تنسوش تدعمونا علشان دعمكم ده هو اللي بيحمسنا وبيخلينا نكمل. الحلقة دي كتبها وسجلها ومنتجها وحط لها الحركات والتكات الألدغ اللي كان بيحكي لكم القصة. سلام.